السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة الأسرة. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف ايه سبب مشكلة ريهام سعيد، وليه الدكتور صعب اللي عمل لها العملية عمل معاها كده، ويا ترى كان قصده ان هو يشوه وشها ولا ايه السبب. طبعا عارفين مشكلتها، وان هي طلعت من تحت ايده بخطين في عينيها وجرح تحت عينيها وحرق. قال لها ووعدها ان هي تكون اصغر 30 سنة بس خرجت بالشكل ده. ريهام سعيد كانت قبل العملية زي ما كانت بتقول، وعارضة فيديوهات وصور كانت جميلة مش محتاجة عمليات تجميل. يا ترى ايه السبب، وليه الدكتور صعب عمل معاها اللي حصل ده، وليه شكلها بقى بالشكل ده، خطين في عينيها وجرح وحروق تحت عينيها. كان الوسيط ما بينهم في عملية التجميل زوجة الدكتور صعب، واللي هي زميلة ريهام سعيد وإعلامية زيها. هل ريهام سعيد صح في اتهاماتها للطبيب ده، ولا قصدها ان هي تشوه سمعته؟ يا ترى فين الحقيقة؟ ريهام سعيد قبل العملية كان شكلها جميل، ما كانتش محتاجة اي عملية تجميل. طبعا يا جماعة عارفين ان ريهام سعيد دايما بتقع من حفرة وتخش في حفرة بعدها. لسه ازمتها مع سميرة الدغيدي رئيسة قناة الشمس مستمرة، ودخلت مع الدكتور صعب اللي معروف ان ايده تتلف بحرير، وعملت فنانات ومشاهير وسيدات مجتمع عمليات تجميل على ايديه. ريهام سعيد، يا ترى ريهام سعيد هتعمل ايه؟ قال لها انتي زي القمر اصلا ومش محتاجة عمليات تجميل، بس معايا هتصغري 30 سنة. خرجت بجرح كبير جنب عينيها وكمان حرق تحتها. لما راحت لدكاترة كتير قالوا لها هتحتاجي تعملي فتح في الراس عشان عينيكي المتشعلقة تستريح وترجع لطبيعتها تاني. دي الصورة اللي كان الدكتور صعب عارضها في الفيديو اللي عمله. عرض ليها صورتين، صورة قبل وصورة بعد، وريهام سعيد كذبت الفيديو ده وقالت ان الصور دي او الصورة دي مش فابريكا، مش بتاعتها خالص. ادي الجروح اللي ريهام سعيد عرضتها في الفيديو بتاعها، وزي ما انتوا شايفين في خياطة وعينيها فعلا متشعلقة. جروح قد ايه وخياطة. يا ترى ريهام سعيد هتعمل ايه؟ تابعوني عشان نعرف تطورات المشكلة دي. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.